انا النهارده هكسر قاعده الحلقه، هتسالني وهجاوبك. الاسئله اللي في الاخر. اسالني قبل ما اختم. استنى ببص لك البصه بتاعتي. هجاوبك في الحلقه دلوقتي. والله دلوقتي؟ ايوه، اهدى عليا بقى. قالوا عنك. سؤال واحد. سؤال واحد. قالوا عنك. خليني افكر. طيب عشان فكر. طيب. حاولت بسمة وهبي ان هي تكسر تابو صفاء ابو السعود، وكانت طول الوقت بتغير منها ونفسها تحل محلها في قنوات ART. ايه ردك؟ بص، يعني ده انا من غير تفكير. اول حاجه، انا لما اشتغلت في اقرأ من ساعة ما اشتغلت لحد النهاردة، وصفاء أبو السعود إعلامية كبيرة جدا، وفارق العمر المهني وفارق العمر بينا ما يخلينيش إني أقارن نفسي بيها أو أغير. صفاء أبو السعود كانت بتعمل برنامج فني وانا بعمل برنامج اجتماعي. صفاء ابو السعود بتطلع وبشعرها وبجمالها الحلو وهي قمر وجميله، وانا بالحجاب انا في طاعه وفي قصه تانية. مفيش اي وجه للغيره ابدا ابدا، صدقني اطلاق. طب خلاص اطلاق. خلاص بصدقك. وللعلم ايوه قول. انا عايزه النهارده بقى طالما جت الفرصه ان انا اعيد عليها واقول لها كل سنه وانت طيبه. وهي تعتبر مش عايزه اقول زميله، يعني هي استاذه رمز كبير عزيزه ورمز طبعا يعني. وسعدنا بيها فرحه واجمل فرحه. كل سنه وانت طيبه. بسمة ميرسي ان انا موجود معاكي. وانت طيب. اختم بقى انت الحلقه. اعلامي قاعد معايا كبير. والله لا يعني طب بس اختم دي الحلقة.